اهم حاجه في هذه الحياه هي التواضع الاخوان، التواضع ثم التواضع. نخليكم مع هذا المقطع وندردشوا شويه الاخوان مع بعضياتنا. اسمع شنو قال الحارس ديال المنتخب الاردني. كابتن سالم، يعني بتمنى منك انك تتواضع اكثر من هيك. احنا بنعرفك لاعب كبير. انتم الاخوان يمكن ما سمعتوا الحارس ديال المنتخب الاردني شنو قال على اللاعب السعودي ياسين الدوسري. صراحه يعني الملابسات اللي وقعت اثناء بدايه ديال الماتش. صراحه الاخوان اذا كنتم نتوما يعني متفقين معايا للراي ديالي بان التكبر هو مساله خبيثه، اما التواضع فهو من شيم العظماء، والتواضع من تواضع لله رفعه. فلو كنت متفق معايا ما تنساوش انكم تلايكوا الفيديو، شي تعليق محفز وتشتركوا في القناه، ويلا نبداو على بركه الله. غادي نزيدو نشوفوا هذا المقطع وتما ندردشوا ونناقشوا مع بعضياتنا. تواضع اكثر من هيك. احنا بنعرفك لاعب كبير. قبل ما تبلش المباراه بالسلام للامانه كان يسلم علينا يعني استغربنا منه صراحه الاخوان. كما سمعتوا يعني الحارس ديال المنتخب الأردني تكلم على اللاعب الجميل. صراحة هو لاعب له اسم، له دور كبير داخل الملعب واسم وزين. تكلم على ياسين الدوسري لاعب المنتخب السعودي أنه يرفض يصافح اللاعبين أثناء البداية ديال الماتش. صراحة أنا ما شفتش هذا الشيء، عايز نقلب صراحة أنا ما شفتش، ولكن كما شفتوا ان اللاعب تكلم بواحد الحلقه، اللاعب الحارس ديال المنتخب الاردني ما غاديش يمكن انه يجي وينزل عليه البطل. صراحه شفنا هذا التصريح اللي خرج به في ندوه صحفيه، هو تصريح شويه مزلزل نوعا ما. صراحه اذا بغينا نزيدوا الاخوان نسمعوا هذا المقطع هذا، نزيدوا نسمعوه مزيان ونركزوا مع هذا المقطع. عندي رساله للكابتن سالم الدوسري. كابتن سالم، يعني بتمنى منك انك تتواضع اكثر من هيك. احنا بنعرفك لاعب كبير. قبل ما تبلش المباراه بالسلام للامانه كان يسلم علينا يعني استغربنا منه. هانتوما الاخوان كما سمعتوا، ربما شفتوا حتى نتوما وسمعتوا ان الاخبار اللي راجت واللي دايره، وكما شفتوا اللاعب انه خرج في الصحافه يعني في منبر اعلامي ندوه صحفيه انه كيتكلم على الماتش على. ثم بدا اول حاجه بدا بها هو اللاعب السعودي ياسين الدوسري، يعني انه يرفض يصافح شنو سمي يصافح المنتخب الاردني، يصافح اللعابه. يعني تكلم انه كان واحد شويه ديال التكبر، ماشي شويه، انه قال بزاف ديال التكبر يعني. وحنا يعني كمنتخب سعودي يعني تنعرفوه وكيدوزو بزاف ديال شنو ديال القويات ديال الفريق، يعني قائد ديال الفريق. الناس عندها قيمه ولها يعني تواضع، يعني الاخلاق بزاف والمبادئ. وحتى اللاعب يعني كنقول حنا شخصيه مرموقه داخل الملعب، ثم تيجي اللاعب السعودي ياسين الدوسري شو التصرف انه عمل شي تصرف اللي ماشي وادا. وصراحه هذا الشيء ما خصوش يكون صراحه. يعني انت يعني عن رايي نتحدث عن رايي، يعني انسان عنده مثلا نقولوا حنا الاسم ديالو ما شاء الله في المسيره الكرويه، ان دائما الانسان يحمد الله سبحانه وتعالى داك الشيء اللي وصل له. وهذا الشيء هذا غير ارزاق ديال الله سبحانه. لا داعي اننا نتكبروا على بعضياتنا، بالعكس هذه اول حاجه قبل ما انها تكون يعني لعبه، هذه واحد المساله يعني انسانيه روحيه، سميها كما بغيتي. يعني شوف انني ما نصافحش الزملاء ديالي او لا، هذه مساله يعني بسيطه جدا. والتواضع كما سبق لي قلت في الاول الفيديو، التواضع من شيم العظماء. والتواضع معروف انا كنقول دائما التواضع جميل، التواضع جميل، مسألة جميلة انك تتواضع. وحنا لاعبين واحد الماتش يعني كعرب مع بعضياتنا، نكون واحد الانسان يكون عنده واحد الانسانية، واحد يعني واحد كنقول حنا يبقى انسان خامر شوية، ما يوصلش حتى لواحد الدرجة ما بوخ بزاف ما صالحش صراحة. ونزيدوا الاخوان نعطيكم هذا المقطع باش تزيدوا تأكدوا على ان اللاعب الأردني أنه كان ساخط. يعني السيد شاف واحد السلوك اللي ما عجبوش. زيدوا شوفوا هذا المقطع. ما مدش ايده اصلا يسلم ولا اطلع على اللعيبه. بنحكي له اتعلم من الكابتن ياسر القحطاني اللي هو دائما اسطوره بالنسبه لنا للكره السعوديه. دائما بدعمنا، دائما حتى لما نشوفه تواضعه يعني بفضل علينا بتواضعه. فبنتمنى منه ان شاء الله بقادم الايام
انه يتواضع اكثر من هيك. شكرا. هانتوما الاخوان يعني كما شفتوا يعني الفيديو كامل في الندوه الصحفيه، راه الفيديو يعني منتشر ان بزاف ديال القيل والقال. وصراحه انا الحاجه اللي انا ركزت عليها باش انني نختار ما نطولش عليكم متابعين فيها، انسان دائما يكون متواضع ويحمد الله على ديك البلاصه اللي وصل لها او ديك المكانه اللي وصل لها. هذه روح رياديه، روح عاليه خصها تكون قبل ما اننا نكونوا داخل الملعب، تكون عندنا واحد الروح جميله يعني تواضع. فما بالك ان لا داعي اننا ما نصافحش مثلا اللعابه. انا كنت عليا نعنق كاع ماشي شي حاجه، بالعكس صاحبي يعني الانسان خصو يبين على الروح الرياضيه، الروح الجميله، كانك انسان مسلم ابار على الرياضه. ما جينا هذا هو القانون الكره، يعني كنسلموا على بعضياتنا وحنا ثم كندخلوا الملعب، مساله عاديه. وكما سبق لي قلت اول حاجه يعني هو عطى رساله للاعب الاردني، حارس المرمى الاردني، يعني التصرف كان ما كنقولوا حنا غير لائق ولا ماشي في المحل ديالو، بواحد التكبر بواحد كذا. اعطى تصريح، اعطى رساله واضحه يعني بلا ما نزيدوا اننا نطولوا في هذا الفيديو. كما شفتوا الاخوان دائما كنقولها التواضع ثم التواضع، والتواضع خلى طارق السكيتيوي. التواضع جميل، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.